مرمى وصية هذه وغايتها أن يقف عليها مؤمن وتقف عليها مؤمنة يسمعانها بصوته مسجلة أو يقرآنها مسطورة فيترحمان على ثاو في قبره أسير ذنبه راج عفو ربه. تلك أولى المقاصد. رحم الله عبدا لله وأمة لله دعا الله بقلب خاشع لما ينقطع عمله إلا من 3 مرات. عسى الله أن يلحقنا فضل دعائكم، جزاكم الله خيرا. والقصد الثاني أن يتذكر متذكر خلاصة ما إليه دعونا لما كنا من سكان أرض الدنيا عابين إلى دار البقاء. وصية يتذكر متذكر ويدعو داعٍ فتلتئم أواصر الصلة ويتحقق التزاور في الله والتحاب في الله عبر الأزمان. لا تحبس الصلة برازخ الموت. هذه الميزات هي أنها كتابات مساقية، بمعنى أنها تنتمي إلى نوع الكتب أو الأفكار أو الكتابات المتكاملة والتي يستحيل التمييز بين مكوناتها أو يستحيل التمييز بين بعض المجالات أو بين كل مجالاتها عموما. وأهم شيء يصعب التمييز في داخل هذا النسق الفكري الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله هو أن تميز بين ما هو سياسي وما هو تربوي. الأمر الثاني دائما في كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله هي أنه يصعب أن نميز بين الفكر والأعمال. ولهذا حتى في هذا المنهاج وهو أشمل تعريف عرف للأستاذ منشئ المنهاج وأنه آلة للعلم ومرشد للعمل، بل أنه في بداية كتابته رحمه في الإسلام غدا يبين على أنه اختار لفظة منهاج عوض منهج لكي يقري العلم بالأعمال، لأن عبارة منهاج تفيد المعرفة النظرية فقط، بين منهج وهو اسم آلة أنه يربط العلم بالعمل. الأمر الثالث هو أنه أساس الكتابات كل هذه الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله هو تذكير بالنبأ العظيم أو تذكير باليوم الآخر أو تذكير بلقاء الله والقرب من الله ومنه. ومع هذا الأساس تذكير دائم بالعروة التي انتقضت وهي أول عروة الإسلام وهي عروة الحب. معنى لا يمكن أن تميز في كتاب الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله بين هذين الأمرين. دائما هناك تذكير بهذا الأساس التربوي، يعني النبأ العظيم والآخرة ولقاء الله عز وجل، وفي نفس الوقت حديث عن الانكسار التاريخي وحديث عن الخلافة وحديث عن الملك الأرضي والملك الجبري. بمعنى دائما هناك ذاك الربط بين الغضب لله والغضب على الظلم، بين الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل المستضعفين. الأمر الآخر وهو هذا الجهاز المفاهيم الذي يمكن أن نستنتجه من مجموع كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين. وهذا التلازم بين ما هو تربوي وما هو سياسي هو الذي جعل أغلب جهاز المفاهيم الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله إما ثنائي أو ثلاثي. أعطي بعض النماذج الثلاثية مثلا يصعب أن نميز أثناء حديث الأستاذ عبد السلام ياسين عن أزمة المنهاج وعن أزمة الأمور بين العقل والنقل والإرادة. كذلك في مجالات الدعوة ومجالات السياسة يصعب أن تميز بين هذه الثلاثية، يعني التربية، الفكر، الحركة، أو الفرد، الجماعة، الأمة. تقريبا هذه المفاهيم الثلاثية هي تشكل في مجموعها مفهوما واحدا يصعب أن تختزل فيه جانبا دون أن تسقط في مزلق من المزلق وأنك غيبت تلك الرؤية الشمولية التي أعتبرها خاصية من خصائص من هذا. ثم هناك مفاهيم ثنائية يصعب كذلك أن تفصل بينها لأنها متكاملة إلى حد أن الاقتصار على واحدة مثلا مفهوم العدل والإحسان. وكلما كان الحديث عن سأتي إلى خاصية أخرى وهي خاصية المقارنات. يعني هناك مفهوم العدل والإحسان عادة
باعتماد المنهج المقارن كلما تحدث الأستاذ المرشد عن العدل في سياق التجارب إلا وتحدث عن التجربة الماركسية، وكلما تحدث عن التربية أو الإحسان إلا وتحدث عن التجربة الصوفية. ثم هناك مفهوم الرحمة والحكمة، ثم هناك مفهوم النداء والاستجابة، مفهوم الدعوة والدولة، مفهوم الإيمان والعمل، الخلاص الفردي والخلاص الجماعي. معنى هذه الصعوبة في التمييز بين ما هو تربوي وما هو سياسي جعلت أنسب صيغة لتشكيل المفاهيم هي الثنائيات والثلاثية. ثم أحيانا تكون بعض المفاهيم الثنائية اللي هي متضادة إلى حد التناقض، لهذا فتنة والجاهلية، القومة، ثورة، الشورى، الديمقراطية، الرفق، العنف، هي الصعوبة جدا إيجاد هذا التمييز. مرة أتذكر في إحدى اللقاءات مع سي عثمان مراتمو سئل عن منهجية تفكيره ومنهجية كتابته، فقال هناك منهجيتان، هناك منهجية عمودية وهناك منهجية أفقية، وأنا اخترت جوار القرآن. وحينما سئل ما معنى هذا هي قال سمى هذه المنهجية يعني منهجية الخطاب القرآني أنها منهجية دولوية، معنى أنها ليست منهجية لا عمودية ولا أفقية، ولكنها منهجية دولوية، بمعنى أنه يصعب، لهذا أحسن صيغة لكي تعرف رأي الأستاذ عبد السلام ياسين في قضية من القضية هي أن تستقرئ تلك القضية في مجموع كتاباته مع مراعاة تطور هذه الكتابات في الزمن، لأنه أحيانا تجد جزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا. هذا الاستقراء وهذا التجميع هو الذي سيعطي في الأخير هذه. فبعد هذه الخلاصة يعني أنه يستحيل جدا هذا التمييز المدخل السياسي للتغيير عند الأستاذ عبد السلام ياسين ارتكز على قراءة لتاريخ المسلمين. هذه القراءة جعلته دائما سنقول فعلي ثنائي، يعني نوع العبارة جامعة جدا يتحدث فيها رحمه الله عن صدمتان قاسيتان. الصدمة الأولى هي صدمة ما يصطلح عليه الانكسار التاريخي أو انتقال أول عروة من عروة الإسلام، وهي عروة الحكم، وهي تحول الخلافة الراشدة إلى حكم وراثي أو حكم عضو. نتيجة هذه الصدمة يتحدث الأستاذ عبد السلام ياسين عن ذهاب وحدة المسلمين، والنتيجة التلقائية لذهاب وحدة المسلمين هي التجزئة بمعناها المذهبي وبمعناها العلمي. بمعناها المذهبي هو أنها أنتجت تلك الفرق الإسلامية الشيعة السنة إلى غير ذلك، وبمعناها العلمي لأنها غيبت ذاك المنهاج النبوي في بعده الشامل إلى أهل الحديث، أهل الفقه، أهل التربية، أهل العقيدة إلى غير ذلك. والحل يعني المدخل الأساس لإعادة اكتشاف المنهاج النبوي كانت هي تلك العبارة التتلمذ المباشر للوحي، بمعنى ينبغي أن نصل إلى مستوى النظر من أعالي التاريخ لنتتلمذ مباشرة للوحي. الأمر الثاني دائما هو الحرص على الوحدة. لهذا حينما دائما نسمع الحديث عن مدخل جماعي للتغيير وعن الحوار وعن الوحدة التي اعتبرها في إطار إعادة ترتيب مقاصد الشريعة، الوحدة اعتبرها من أهم مطلب من للشريعة هي الحرص على الوحدة. الصدمة الثانية دائما من نتائج هذا يأخذ التجزئة والمذهبية وما يسميه الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله التفكير بشروط الفتنة. لماذا؟ لأنه تولد نوع من التفكير وهو الصيغة التي أتت بها مقاصد الشريعة، يعني الصيغة الحفاظية، يعني كلما انتقدت عروة تشبت الناس، يعني بحال يسمحوا في هذه العروة تشبت الناس بالعروة التي تأتي بعدها.
حتى جاءت هذه الصدمة الثانية التي هي صدمة الاستعمار، وكانت نتيجتها التلقائية هي إذا كانت الصدمة الأولى أذهبت وحدة المسلمين، الصدمة الثانية أذهبت وحدة دار الإسلام، أو ما يصطلح عليه في 1920 بدولة الخلافة بين قوسين. ونتيجتها التلقائية هي ظهور أنماط جديدة من التفكير بعيدا عن التفكير بشروط الفتنة، يختزلها الأستاذ عبد السلام ياسين دائما في كتاباته في نوعين من التفكير: العقلانية المتألهة واللائكية، وليس بالعلمانية التي يستعمل العبارة اللائكية للتدليل أو للتدليل على النوع المتطرف أو التجسيد المتطرف للعلمانية. هي الصيغة اللائكية في نموذجها الفرنسي. مشروع الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله هو مشروع تجديدي، هو كذلك يجمع هذه الثنائية، لأن خلاصة هذه القراءة جعلته يميل إلى أن واقع المسلمين واقع مفتون، وأسف ذلك المفهوم يعني الفتنة والجاهلية. حتى هذه الفتنة يقرنها بنوعين من أنواع الفتن: هناك الفتنة العينية التي تصيب الأفراد، والفتنة العامة التي تصيب المجتمع. لاحظ دائما هذه الثنائية. وحتى في التجديد دائما هذه الثنائية، هناك تجديد الإيمان وهناك تجديد الدين. حتى في النموذج الذي يقترحه وهو العمران، يعني العمران الأخوي، لاحظ هو كذلك مفهوم مزدوج، عمران وأخوي. لماذا؟ لكي يميزه على الأقل عن المصطلح المدني ومصطلح الحضارة. وحتى هذا العمران الأخوي هو فيه الجمع بين عمارة الأرض وعمارة المسجد، والعلاقة بينهما ستلاحظون بأنها هي عمارة، يركز على هذا المفهوم كثيرا في حوار مع الفضلاء الديمقراطيين، هي الروح المسجدية، هي عمارة الأرض بروح المسجدية. انسجام مع هذه جعلت للأرض مسجدا وطهورا. خصائص هذا المشروع التعريفي أولا هو أنه مشروع أصيل. المسألة ديال الأصل يعني هناك حرص كبير على التأصيل، بل أحيانا سنجد على حتى في حالة الاقتباس يبدو الأستاذ رحمه الله مجهودا كبيرا ليؤصل لهذا الاقتباس. إذن هو الخاصية الأولى أنه مشروع أصيل. الخاصية الثانية هو أنه مشروع تغييري سلمي، والتركيز دائما على أساس أن المجتمع مفتون، وعلى أن في زمن الفتنة أمرنا بالرفق وتجنب العنف، لأن ما كان الرفق فيه كما قال الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وحتى العنف ميزه عن القوة، باعتبار أن القوة هي استعمال القوة في المجال الشرعي. الخاصية الثالثة لهذا المشروع التغييري وأنه مشروع تغييري جذري. الخاصية الأخرى هو أنه، وهذا بذل فيه الأستاذ المرشد مجهودا كبيرا، هو أنه مشروع تغييري بناء. ولهذا منذ الكتابات الأولى الأستاذ المرشد كان حريصا دائما على أنه ينبغي أن يكون أصحاب منهاج، أصحاب مشروع مجتمعي، وتحدث عن تنهيج الدعوة، وتحدث عن لا بد أن نبسط آراءنا في كل الميادين، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أنه لا يكفي أن تغير ما ترفضه، بل ينبغي أن تؤسس لبديل هو متوفر حتى لا يكون هناك اختلاف. الخاصية الأخرى أنه تغيير جماعي، والمقصود بهذا التغيير الجماعي هو أن دائما حتى القوم كمفهوم على اعتبار أنه ضد الانقلابية وضد، هي أن يبلغ الغضب الشعبي مداه، بمعنى وهو عصيان مدني، وهو نزول الشعب إلى الشارع، وهو بمعنى أنه ليس تغيير نخبة، ليس حركة انقلابية، ولكنه حركة مجتمعية تجسدها الإرادة الشعبية كاملة أو الجمهور على الأقل بلا نقول. ثم أنه مشروع
تغييري وسط المجتمع. دائما هذه خاصية في كل كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، هي أنه يتحدث دائما عن نبذ الانزواء والعزلة والهامشية والهروب من المجتمع، ولكن يقول دائما المخالطة هي الأصل في زمن الفتنة. ضوابط هذا المشروع التغييري أنا أوجزتها في 5 جمل لأن الوقت لا يسمح. يقول شيخ الإسلام ياسين دائما هذه الكلمة: التربية قبل وأثناء وبعد، التربية أولا ووسطا وآخرا، التربية ثم المسألة الأخيرة وهي لا تمييز في هذا المشروع بين الشأن الخاص والشأن العام. التجسيد السياسي لهذا في حركة الأستاذ المرشد وفي مشروعه يعني في التطبيق هو الذي اختزله. حينما يتحدث عن مفهوم الخلافة إنما يتحدث عن الأمة ككل. حينما يتحدث عن الدولة القطرية وتقريبا كتب في هذا المكتب كتابة ما بعد التسعينات في حوار الماضي والاستقبال في حوار مع الديمقراطية، مشروع الديمقراطية، كلها كتابات تقريبا اهتمت بالمغرب بالأساس. يتجسد هذا في 7 أو 6 أمور. أولا، المشروع التغييري أستاذ عبد السلام ياسين لا يمكن أن يكون إلا من خلال حوار مجتمعي مفتوح على كل المواضيع بدون خطوط حمراء، مفتوح على كل النتائج، لأن الشعب هو الذي سيقرر، ودائما يتحدث الأستاذ المرشد على مرأى ومسمع من الشعب، ثم مفتوح على كل الفرق السياسية. إذا هذا ينسجم دائما مع أنه قلنا بأنه تغيير اجتماعي. الأمر الثاني هو الميثاق، والمقصود بالميثاق هو أنه لا يمكن لهذا الحوار الوطني إلا أن يفرز وثيقة تكون هي إعلان المبادئ أو هي المبادئ فوق الدستوري، لأنها هي التي ستؤسس، يعني بعد أن تحقق القومة أو التغيير تلك القاطعة هو الذي سيؤسس للمعالم الأساسية للمشروع المجتمعي الذي سيأتي بعد هذه القاطعة. الميثاق. المسألة الثالثة وهي الجبهة الموسعة التي تعتبر قاطرة التغيير والتي ستغير ميزان القوة لفائدة هذه القوة التي تريد التغيير. المسألة الرابعة هي أن الدستور باعتباره هو الوثيقة القانونية أو هي القانون الأسمى لا يمكن أن تكون إلا من خلال جمعية تأسيسية منتخبة. التدبير الانتقالي للمرحلة يقترح الأستاذ عبد السلام ياسين في كتاب هذا أن يتم من خلال حكومة ائتلاف، يعني تجمع كل أن يتحدث دائما على أن ثقل الميراث وضخامة المطلوب لا يمكن أن ينهض لها طرف واحد، بل ينبغي أن تشكل حكومة ائتلاف. ثم يتحدث دائما سادسا عن ذاك الاهتمام المتوازي بين الاشتغال على الحكم ونظام الحكم وقضايا الحكم والاشتغال على قضايا المجتمع وقضايا الإنسان. الأمر السابع والأخير وهو أنه دائما حينما تحدث عن الأرض الإسلامية للميثاق ويقول بأنه الاجتهاد الجماعي هو الكفيل بأن نكتشف الإسلام وكيفية تنزيله في هذا المجتمع. والله